قبل ما نبدأ ما تنساش يا حبيب أخوك تصلي على الحبيب وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، لأنه بيساعد الفيديو إنه ينتشر ويوصل لغيرك. وأنا متأكد إنك مش هتبخل علينا باللايك. بيلعبوا عادي في أوضتهم، ولكن مرة واحدة بنشوفهم بيتحركوا ناحية الشباك وبيرموا نفسهم منه. فيلمنا بيبدأ لما بنشوف 3 بنات صغيرين بيلعبوا في أوضتهم مع بعض، وفجأة كل شيء بيقف لما بيشوفوا شيء قدامهم، وبعدها بيتحركوا على شباك أوضتهم وبيفتحوه وبيرموا نفسهم منه. وبنشوف بعدها والدتهم وهي بتصرخ حزناً عليهم من اللي حصل لهم. وبعدها بفترة بنروح للمحامي كيز وبنشوفه في الحمام وزوجته بتبتسم له، ولكن بعدها بنكتشف إن زوجته متوفية من فترة وعايش هو وابنه والمربية بتاعته في القصر بتاعه. وبعد شوية بيودع ابنه عشان مسافر مأمورية عمل، وبيقابل صاحب العمل ريتشارد وبيعرفه إن سيدة بيت آل مارش توفت من شهر، وإنها كانت آخر شخص بيسكن المنزل بعد وفاة زوجها وأولادهم. وبيطلب منه إنه حسب وصية الزوجة إنه يعثر على أوراق البيت عشان يتم بيعه. وأثناء ركوبه للقطار عشان يتوجه لقصر آل مارش بيشوف خبر قديم عن إن القصر ده كان بيتم فيه تحضير جلسات أرواح. وبعد شوية بيحلم كيز بالوقت اللي اترفت فيه مراته وهي بتولد ابنه، وبيقوم من النوم على شخص في العربية واسمه دونالد، وبيعرف دونالد بسبب وجود كيز هنا، وبيعرض عليه إنه ينقله بعربيته لمدخل البلدة الخاصة بالقصر اللي جه عشانه، وبينزل في أقرب فندق. ولكن لما بيسأل في الفندق على وجود حجز في الفندق باسمه ولا لأ، بيبلغوا الاستقبالي بإنه للأسف مفيش حجز باسمه، ولكنه بتظهر صاحبة الفندق وبتطلب من زوجها إنه ممكن يقضي الليلة في الأوضة اللي فوق مؤقتاً. وبيدخل كيز الأوضة وبنكتشف بعدها إن دي نفس الأوضة اللي الأولاد رموا نفسهم منها في أول الفيلم، وبنشوف إن ألعابهم وكل حاجاتهم لسه زي ما هي في المكان. وتاني يوم الصبح بيوصل لمنزل السيد جيروم المسؤول القانوني عن البلدة، وبيعرفوا جيروم إنه أبلغ المؤسسة بتاعته إن مفيش داعي إنك تيجي لحد هنا، لأننا كنا هنبعت أوراق البيت للمكتب بتاعك بالبريد. ولكن كيز بيصر إنه يدخل البيت عشان يحضر باقي الأوراق منه، فبيطلب منه السيد جيروم إنه يلحق القطر وينسى إنه يروح للبيت، لأن الذهاب لهناك فيه خطر على حياته. المهم بيقبل كيز التحدي وبيطلب من السائق إنه يوصله لمكان بيت آل مارش مقابل مبلغ من المال أكبر كتير من اللي اتفق معاه عليه. وبيوصل كيز للبيت اللي بنشوفه في مكان منعزل عن باقي القرية، وبيطلب من السائق إنه يمر عليه آخر اليوم، ولكنه بيعرفه إن الجو هيقلب جامد ولازم نتحرك قبل ما ده يحصل. وبيدخل كيز القصر اللي بيكون باين عليه إنه مهجور من زمان، وبيتحرك جواه شوية، وأثناء ما بيحاول يصلح المصباح للإضاءة بنشوف إن في شيء ظهر ورا منه، وزي ما يكون سيدة لابسة أسود وبتراقبه من بعيد، ولما بيحس بيها وبيبص عليها بتكون اختفت. وبيبدأ كيز يفحص الأوراق اللي في القصر، وبيلاحظ بعض الأوراق الرسومات والأخبار الخاصة بوفاة أهل البيت الغامضة، ولكن بعدها بيحس بصوت جه من الأوضة اللي فوق، فبيفضل يتابع الصوت وبعدها بيتحرك على فوق، وبيفضل يتابع مصدر الصوت لحد ما بيوصل لأوضة معينة بيلاقي فيها طيور صغيرة على الأرض، فبينقلهم لعشهم. وفجأة بتظهر والدتهم في وشه، وبعد شوية بيفتح شباك الأوضة وبيلاحظ إن في سيدة لابسة فستان أسود واقفة بره البيت وبتبص عليه، ولكنها بتختفي تاني. فبينزل عشان يتأكد كيز من اللي شافه، وبيفضل يتحرك في كل مكان حوالين القصر، وبيسمع أصوات غريبة بتستغيث بيه، والضباب بيكون مالي المكان، وبيشوف رؤية لطفل صغير بيغرق في المكان. ولكن مرة واحدة بيظهر سائق العربة قدامه وبياخده وبيرجع بيه للشريف، وبيأكد له كيز إنه شاف السيدة ذات الملابس الأسود في القصر، ولكنه الشريف بيقول له إنه من يوم وفاة ابن آل مارش غرقا في المستنقع محدش يعرف إيه حكاية الست دي. وبيسيبوا المحقق شوية، وفجأة بيدخل عليه 3 أولاد ومعاهم أختهم المريضة وبيطلبوا مساعدته، ولكن قبل ما ينده على المحقق بتكون الطفلة ماتت، وبيحضر عزاها وبيكون متأثر جدا. وبعد شوية بيرجع تاني للفندق، وبتقابله السيدة كاميلا وبتنصحه إنه ما يرجعش البيت آل مارش، وإنه يرجع لبيته ويخاف على ابنه ويحبه. وبعد شوية بيقابل السيد دونالد اللي كان معاه على القطار، وبيعرفه إن ابنه مدفون هنا، وبيطلب من كيز إنه ما يجيبش سيرة لزوجته بوفاة الطفلة اللي ماتت في القرية، وياريت يتجنب الحديث عن أي طفل في المقابلة. وبالليل وعلى العشاء بتبدأ السيدة دونالد تسأل كيز عن ابنه، وبعدها بتقوله إنها عندها ابن واسمه نيكولاس، وبتكون صورته موجودة على الحيطة.
وبيحاول دونالد إنه يحذرها، ولكنها بتفضل تتكلم عن نيكولاس، وبتقول لكيز إنه بيحب الرسم، وبتبص كويس لكيز وبتقول له إنه لحد دلوقتي لسه بيحب الرسم. وفجأة بتمسك السكين وبتفضل تقطع في خشب السفرة قدامها، وحالتها بتتقلب 180 درجة، وبيلحقها دونالد بالمهدئ. وبعدها بيشرح دونالد اللي بيحصل مع زوجته، وبيقول له إنها بتفضل بالساعات تتكلم لوحدها، ولما بيسألها زوجها عن الشخص اللي بتكلمه فبتقول له نيكولاس ابنهم. وبيرد عليه كيز بإن هو كمان ساعات بيحس إن زوجته موجودة معاه في البيت وبتحاول الوصول ليه، ولكن بيحذروا دونالد من المشعوذين، وبيقول له إن اللي ماتوا مش بيرجعوا تاني، وإن اللي بتشوفها دي مش زوجته، وده شيء تاني خطير. وبالليل بينزل كيز من أوضته للهول، وهناك بيشوف آثار النحت اللي زوجة دونالد كانت بتنحتها لما الحالة جات له، والرسمة دي عبارة عن بنت مشنوقة ومتعلقة في الهواء. وبيوصل لمنزل السيد جيروم ولكنه مش بيلاقي حد في البيت، وبينزل البدروم وبيشوف بنت صغيرة محبوسة جو البدروم واسمها لوسي، وتبقى بنت السيد جيروم، وبتطلب منه إنه يسيبها ويمشي لأنه السبب في موت فيكتوريا البنت اللي ماتت على إيده. ومن شوية بيقرر ياخد دونالد عشان يرجع لبيت آل مارش، ولكنه أهل البلد بيقفوله، وجيروم وتشافي بيتهموه إنه شاف السيدة ذات الملابس الأسود، وإنه بسببه فيكتوريا بنت تشافي توفت، ولكنه بيصر إنه يكمل طريقه لبيت آل مارش عشان يعرف السر. وبيوصل كيبز للمكان وبينبه عليه دونالد إنه ما يمشيش ورا التهيؤات، وبنشوفه بيحاول يفتح الباب اللي معرفش يفتحه في الزيارة الأولى، ولكن نفس الحكاية مش بيتفتح، وبيدور تحت السرير على مجموعة من الورق، ولكن فجأة بيشوف إيد شخص ظهرت على إزاز باب الأوضة، فبيتحرك بسرعة على هناك لكنه مش بيلاقي حد موجود هناك. وأثناء ما بيراجع مجموعة أوراق بيلاحظ إن في ورقة مكتوب فيها إلى المقابر، وفيها ناس كتير وطفل صغير. وفي الوقت ده بيلاحظ إن في خيال بيعدي من قدام الشباك، وبيفضل الكلب بتاعه ينبح على الخيال ده، وبيضطر ينزل كيبز عشان يعرف الحكاية. وبيلاقي مجموعة مقابر لأطفال كتير في الحديقة، ولكنه مش بيوصل لحاجة جديدة، فبيقرر يرجع للقصر تاني. ولكن قبل ما يدخل القصر بيلاحظ وجود نفس السيدة اللي شافها قبل كده واقفة عند الشباك، فبيطلع للأوضة اللي فوق عشان يتأكد من اللي شافه، ولكنه بيلاقي كل شيء طبيعي. ولما بيقف عند الشباك بنشوف إن نفس السيدة ظهرت جنبه واختفت بسرعة، وبيلاقي بعدها برقيات كتير في المكان. ولما بيقرأ البرقيات دي بيلاحظ إن في سيدة اسمها جانيت بتقول لأليس زوجة آل مارش إنها أخدت ابنها غصب عنها، وإنها حرمتها من ابنها وربته مكانها. وبعدها بيلاقي ورقة تانية مكتوب فيها إن السيدة أليس وزوجها تبنوا طفل صغير، ومن الواضح إنه ابن جانيت. وبيلاقي وثيقة تانية من جانيت بتقول إنها هتلاقي طريقة عشان محدش ياخد منها ابنها. وبنعرف بعدها إن ابنها توفى ولكنهم ملقوش جثته. وبيشوف صورة كمان بتجمع أليس وزوجها وابن جانيت. وبيلاحظ كيبز إن في سيدة بتراقبهم من شباك الأوضة اللي في الخلفية، وبعدها بيلاقي شهادة وفاة السيدة أليس منتحرة شنقا. وبعد شوية بتغفل عين كيبز شوية، وفجأة بيتفتح الباب اللي في ظهره وبتخرج منه السيدة ذات الرداء الأسود، وبتقرب من كيبز وبيشوفها الكلب وبيفضل ينبح عليها. وبيفوق كيبز من نومه ومش بيلاقي حد، ولكنه بيلاقي صورة أليس ومارشل وكأن حد أخفى ملامح الصورة. وبيقرر كيبز إنه يطلع الدور اللي فوق عشان يفتح أوضة الأطفال، ولكنه مش بيقدر، فبينزل يجيب شيء حاد عشان يكسر القفل. وأول ما بيطلع بيلاقي الباب مفتوح جاهز، فبيدخل الأوضة وبيلاحظ إن الكرسي الهزاز بيتحرك لوحده، وبنشوف وش مخيف ظهر في ظهر الكرسي، وبيقف الكرسي مرة واحدة. وبعدها بيوصل لباب داخل الأوضة وبيلاحظ إن في حيطة عليها ورق حائط، والورق ده من الواضح إنه بيخفي شيء وراه، فبيشيل الورق كله وبيلاقي جملة مكتوبة غريبة. وبعدها الألعاب بتتحرك في الأوضة، وبيشوف من الشباك إن في حد واقف بره البيت، وكمان بيلاحظ إنه بيتحرك لداخل المنزل. وفجأة بيحط إيده على الإزاز وبيشوف وش سيدة بتظهر على الإزاز، وبينزل لتحت بيلاقي الكلب بينبح على باب البيت، وبيشوف إن أكرة الباب بتتحرك وكأن حد بيحاول يفتح الباب، وبيقرب من الباب وبيفتحه هو، وبيخرج بره البيت وبيلاقي مجموعة أطفال شكلهم مرعب واقفين بعيد، فبيرجع بسرعة للبيت تاني وبيقفل على نفسه، ولكنها بيلاقي فيه آثار أقدام حد دخل البيت لما خرج هو بره، وبيتحرك ورا الآثار دي وبيكتشف إنها دخلت أوضة الأطفال. وبعد شوية بيلاحظ إن الألعاب في الأوضة اشتغلت، فبيقفلها وبيلاقي بعدها إن في شيء ظهر في الأوضة، ومرة واحدة شاف واحدة مشنوقة في المكان، فبتقع من إيده الشمعة وبينزل عشان يجيبها، وبيظهر قدامه طفل صغير تاني، فبيخرج بره الأوضة بسرعة، ولكن بيلاقي السيدة ذات الرداء الأسود في المكان وبتقرب منه، فبيدخل أوضة تانية وبيقفل على نفسه، ولكنه بيلاقي السرير اللي قدامه بيتحول لبركة دم.
ولما بيشوف كده بيحاول يخرج من الأوضة، لكن الباب بيعلق وبعدها بيتفتح وبيخرج بسرعة عشان يخرج من باب البيت، وبيلاقي دونالد قدامه وبياخده وبيرجع تاني للقرية، وبيعرفوا كيبز إن طفل جانيت مات في المستنقع بتاع آل مارش ومحدش نقل جثته لحد دلوقتي، وعشان كده جانيت بتظهر في القرية. وقبل ما يكمل كلامه بيوصلوا لبيت جيرو اللي بنشوف إنه بيتحرق من جوه، فبيجري كيبز لما بيعرف إن الطفلة لوسي محبوسة جوه، وبينزل البدروم اللي كانت فيه وبيكسر الباب وبيحاول يمنع لوسي، ولكنه بيشوف السيدة ذات الرداء الأسود موجودة معاها وبتدفعها إنها تولع في نفسها، وبيخرج كيبز من البيت وهو محبط واليأس بينال منه، وبيعرف دونالد إنه شاف السيدة ذات الرداء الأسود جوه مع لوسي قبل ما تولع في نفسها. وتاني يوم الصبح بيشوف السيدة زوجة دونالد عند مقبرة نيكولاس ابنها، وأول ما بتشوف كيبز بتعرف إنه شاف السيدة ذات الرداء الأسود، وبتقوله إنها عشان لحد دلوقتي ما لقتش جثة ابنها فبتفضل تاخد كل أطفال القرية. وبعدها بنشوف السيدة دونالد بتكتب على الحائط اللي قدامها، وبيوصل دونالد وبنقدر نعرف إن السيدة دونالد بتقدر تعرف اللي بتعمله السيدة ذات الرداء الأسود قبلها بفترة بسيطة، وبيتحرك بسرعة كيبز ودونالد، واللي بنفهمه إن ابن كيبز بيتحرك عشان يوصل القرية هنا مع المربية، وإن هو الضحية القادمة للسيدة ذات الرداء الأسود. وبيقول له كيبز إننا محتاجين نوصل لجثة جانيت اللي هي نفسها ذات الرداء الأسود ونقدم لها جثتها، وساعتها هترتاح بعثورها على ابنها واللعنة تنتهي. وعشان كده بيقرر كيبز إنه ينزل المستنقع ويربط نفسه في عربية دونالد قبل ما يدخل المستنقع، وبيغطس كيبز في المستنقع، ولما بيغيب عن دونالد بيضطر يسحب الحبل عشان يخرج كيبز، وبعد شوية بيخرج كيبز بالعربية اللي توفى فيها ابن جانيت، ولكنه مش بيقدر يسحب العربية كلها، فبيخرج كيبز بالطفل قبل ما يغرز في المستنقع، وبعد شوية بيسيب الطفل في أوضة الأطفال وبيشغل كل اللعب بتاعته جنبه في انتظار وصول جانيت. وبيشوف دونالد في الأوضة التانية ابنه نيكولاس بيتحرك في المكان وبيتحرك وراه وبيتقفل عليه الباب، وبيظهر شيء مرعب قدامه وبيحاول يستغيث بكيبز لكنه مش بيسمعه، وبينتظر كيبز وصول جانيت، وبيبدأ الكرسي الهزاز يتحرك وبتظهر جانيت وبتطمن على طفلها وبتختفي، وبيتفتح الباب لدونالد، وبعدها بياخدوا جثة الطفل وبيدفنوه مع والدته جانيت. وبعد شوية بيوصل المحطة وبيستقبل ابنه والمربية بتاعته، وبيطلب من المربية إنها تشتري تذاكر للعودة للندن تاني، وبيودع دونالد. ولكننا بنشوف إن ابن كيبز بيبص ناحية القطار وبيسيب إيد المربية وبيتحرك ناحية القطار، وفجأة بيشوف كيبز السيدة ذات الرداء موجود في المحطة، وبيتصدم وبيبص على ابنه بيلاقيه واقف قدام القطار وبيصرخ وبيجري عليه عشان ينقذه. وفجأة بيشوف دونالد نفس السيدة وكل الأطفال اللي خدتهم على إزاز عربية القطار، وبيمر القطار وبنشوف كيبز بيفتح عينيه وابنه في حضنه ولكنه في الحياة التانية، وساعتها بيلاقي مراته مستنياهم هناك وبيكملوا طريقهم مع بعض. وبكده لينتهي الفيلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.